فيلمنا بيبدأ مع عصابة جوه السجن، وبنشوف أفراد العصابة وهم رايحين للحمام اللي كان موجود فيه بطل فيلمنا بون، وبنشوف داني صاحب بون بيحذروا إن عصابة السجن عايزين يقتلوه وانهم مش هيسيبوه في حاله. بس فجأة وهم بيتكلموا افراد العصابة بيوصلوا للحمام، فداني بيخرج وزعيم العصابة بيقول لبون انه هيخليه يندم عشان ما كانش عايز ينضم لعصابته. فبون بيخلع هدومه وبيبان عليه انه هو مش مهتم لتهديد زعيم العصابة خالص، وبيقول لزعيم العصابة انه هيعد لحد 5 علشان يديهم فرصة ان هم يهربوا من قدامه قبل ما يعجنهم. وبون بدأ يعد فعلا، لكن زعيم العصابة بدل ما يهرب فضل يتريق عليه. وفي العدة الثالثة بدأ زعيم العصابة يهاجم بون بالسلاح اللي معاه، لكن بون بيضرب زعيم العصابة قبل حتى ما يلحق يلمسه وبيغرس السلاح في كتفه. وباقي العصابة بيحاولوا يضربوا بون، لكن بون كان قوي جدا وعارف قدرته وبيقدر يعجنهم كلهم في ثواني. وبون بيقول لزعيم العصابة انه لازم يوصل رسالة لأي شخص هيحاول يقرب منه، وهي انه مش هيرحمه. بعدها بون بيخرج من السجن وبيروح لفندق صغير علشان يحجز أوضة يقعد فيها، وهناك بيقابل صاحبة الفندق اللي بيكون اسمها تمارا وبتوصله لأوضته. تمارا بتقول لبون انها بتربي أطفال ومش عايزة أي مشاكل تيجي من ناحيته، فبون بيقول لها ان هو كمان مش بيحب المشاكل وبيوعدها انه مش هيحصل منه أي مشكلة. بون بعدها بيروح لساحة مراهنات بتبقى معمولة لماتشات الضرب في الشوارع، وبيشوف مصارع بيهزم التاني وبيكسر له دراعه. وفي الوقت ده بتوصل عربيات فخمة وبينزل منها شخص اسمه جيمس ومعاه رجالته، والمنظم اللي اسمه بين بول بيعلن عن القتال التاني واللي هيكون بالمصارع تبع جيمس اسمه هامر مان. وهامر مان ده بيكون مصارع قوي جدا لدرجة انه فاز في كل المباريات اللي اشترك فيها من غير ما يخسر ولا مرة. ولما الماتش بدأ هامر مان بيضرب المصارع التاني بكل عنف وكان هيموت في ايده، وبيقدر يفوز من غير حتى ما المصارع التاني يقدر يلمسه. وبما ان هامر مان فاز في المصارعة، بين بيروح لجيمس وبيديله فلوس الرهان بتاعة الماتش. بعدها بين بيركب عربيته عشان يمشي، لكن بيتفاجئ ان بون مستنيه جوه العربية. في الاول بين بيفتكر ان بون عايز يسرقه، لكن على عكس المتوقع بتبقى بداية الشراكة بين الاتنين، لان بون بيطلب من بين يرتب له مباراة مع هامر مان، لكن بين بيرفض في البداية وبيقول لبون ان هو مش معروف عشان يظبط له مباراة مع لاعب كبير زي هامر مان، وكمان بين محتاج مبلغ كبير علشان يرتب ماتش زي ده. فبون بيديله $250 وبيقول له ان دول كل اللي معاه. وبنروح لجيمس اللي بيجي له مكالمة مهمة من راجل اسمه فرانكلين وبيطلب منه يخلص على واحد اسمه دارين. وبيجي بين لجيمس ومعاه بون وبيقول له ان بون هيكون المصارع الجديد بتاعه. وفي نفس الوقت جيمس بيلاحظ ان بون معظم الوقت مركز مع صاحبته اللي اسمها انجيلا، وانجيلا كمان بتبص له، وده ضايق جيمس جدا. فجيمس بياخدها على جنب وبيحذرها انها تبص لبون او لاي راجل تاني بالطريقه دي. وفي نفس الوقت بين هو كمان بيحذر بون انه يكرر نفس الموقف مع انجيلا. وبعدها جيمس بياخد رجالته وبيمشي من المكان. ودلوقتي بين بينظم المباراه الاولى لبون مع مصارع تاني ضخم جدا، وبون بيشوف المنافس بتاعه بيسخن على كيس رمله قبل ما المباراه تبدا. وبون بيلاحظ ان حركته بطيئه، ولما بتبدا المباراه بون بيكون واقف مبين جنبه الشمال عشان خصمه يهاجمه. وقبل ما المصارع التاني يهجم عليه بون بيضربه ضربه جامده جدا وبيضربه ضربه قاضيه برجله، والمباراه بتنتهي في ثواني. بين ما كانش مصدق ان المباراه خلصت بالسرعه دي، وكان فرحان جدا باللي بون عمله، وخده معاه في عربيته وقال له ان هو هينظم له مباريات بره المدينه في الاول علشان يبقى مشهور اكتر، وبعدها هيبقى ينظم ليه مباراه مع هامر مان. وبين بدا يحكي لبون عن انجيلا صاحبه جيمس، وبنعرف ان انجيلا كانت متجوزه وكانت حامل، لكن جيمس خدها من جوزها بالعافيه بعد ما لفق له جريمه قتل ورماه في السجن. وبعدها خد ابنها لمكان محدش يعرفه، وده اللي خلى انجيلا مدمنه وحياتها بقت متدمره. وبنروح لجيمس وهو قاعد مع رجالته بيتعشوا مع ديرل واصحابه، وديرل ده بيبقى الراجل اللي فرانكلين طلب من جيمس انه يخلص عليه. وبعدها جيمس بيطلب من ديرل انه يشغل اغاني وبيبدا يغني، وبيطلب من كل ان هم يغنوا معاه. وفجاه جيمس طلع السيف بتاعه وفي ثواني بيضرب ديرل بيه، وبيطلب من هامر مان يعلي صوت الاغاني، وبيفضل يضرب في ديرل لحد ما يخلص عليه وبيموت. وبعدها بون بيكون في اوضته في الفندق ومش بيبقى حاسس باي حاجه من اللي بتحصل حواليه. وعلى الناحيه التانيه جيمس هو كمان بيرجع بيته وبيكون متضايق من انجيلا لانها مش بتديله ريق حلو وبتكون مش طايقاه. وتاني يوم جيمس كان مع تيدي، وتيدي كان بيفرجه على المباراه بتاعت بون وازاي بون خلص على المنافس بتاعه في ثواني. فجيمس بيطلب من تيدي انه يجيب له كل المعلومات عن بون. وفي الفندق بنشوف تمارا واللي بتلاحظ ان جيرالد ابنها كان واقف مع عصابات الشوارع، فبتتعصب وبتنادي عليه وبتقول له ان هو لازم يبعد عن العيال دي. وفي راجل عجوز خرج يزعق للعيال بتوع العصابه وبيقول لهم يبعدوا عن المكان، بس هم بيرفضوا يمشوا وبيشتموا الراجل العجوز. وفجأة بون بيظهر من ورا الراجل العجوز فبيخافوا وبيهربوا بسرعة من المكان. وبعدها بين بيعدي على بون بالعربية وبيمشوا هما الاتنين وبيروحوا يتفرجوا على مباراة في منطقة تانية. وبنشوف بنت اسمها فيرتا بتلعب في المباراة وبتقدر تكسب المباراة بكل سهولة. وبين بيروح لواحد اسمه تات ده بيبقى عنده مصارعين تابعين ليه، فبين بيتفق معاه على مباراة بين بون وبين مصارع من اللي شغالين معاه. وقبل ما المباراة بتبدأ
بون بيلاحظ ان المصارع ده كتفه بينزل جامد لما بيجي يدي بوكس لخصمه، وبعدين المباراه بتبدا. بون بيفادي ضربات خصمه بكل سهوله وبيقدر يخلص عليه بضربه واحده بس. بين بيفرح جدا والجلاله بتاخده وبيقول لتات ان بون يقدر يهزم كذا مصارع في نفس الوقت، وتات مسك في الكلمه وبيقول له ان الاتنين جاهزين. وبين بيحس انه اتورط والرهان بيتضاعف، وفعلا تات بينفذ كلامه وبتبدا المباراه. بون بيضرب المصارع الاول ضربه قويه وبيهجم على التاني وبيكتفه وبيكسر ايده بكل سهوله. بعدها بون بيقول لتات انه ما عندوش اي مشكله انه يضاعف الرهان، وتات مش بيبقى مصدق اللي بيشوفه، فبيأمر 10 مصارعين من اللي شغالين معاه انهم ينافسوا بون في وقت واحد. بس على مين؟ بون بيعمل اللي محدش كان متوقعه وبيكسب ال10 مصارعين وبيقدر يخلص عليهم كلهم بضربات قويه في اسرع وقت ممكن. بعد المباراه بون بيروح لتات عشان يديله فلوس الرهان، بس تات بيرفض يديله الفلوس وبيرفع عليه سلاح، فبون بيضطر ان هو ياخد منه فلوس الرهان بالقوه وبيضربه. بيرتا المصارع اللي فازت في المباراه من شويه بتبقى مذهوله باللي بون عمله، فبتديله رقمها. وبعدها بنشوف بون بيتمرن بكل قوته، وبين بينظم ليه مباريات في اماكن مختلفه، وبون بيقدر يفوز في كل المباريات اللي بيدخلها وبيجمع فلوس كتير من ورا مراهنات. وفي وقت قصير بون بيبقى مشهور وبيقدر يشارك في مباريات بمستويات اعلى من اللي كان بيلعبها في الاول وبيكسب فيها كلها. ونشوف بون وهو راجع الفندق وتمارا بتلاحظ انه متصاب بجروح خفيفه، فبتقوم تطهر جروحه. بون بيسال تمارا عن الاطفال اللي بتربيهم واللي بيكونوا مش ولادها اصلا. تمارا بتحكي له ان هي بتاخد بالها من الاطفال دي وبتربيهم من حوالي 3 سنين ما عدا جيرالد، واللي بيبقى معاها بقاله سنه واحده بس، وبيفضل دايما واقف في الشباك مستني عيلته لان مامته بتكون لسه عايشه. وتمارا بتحكي لبون انها بتحب رياضه التاتشي، فبون بيبدا يعلمها اساسيات الرياضه دي. وفي تاني يوم بتشوفه بيعلم جيرالد اساسيات القتال. بعدها بنروح لجيمس واللي كان بيطارد بنت بعربيته لانه بيبقى شاكك ان البنت دي سربت معلومات عنه. البنت كانت بتترجاه ان هو ما يأذيهاش، لكن جيمس بيدوسها بالعربيه. بس روبرتو العجوز بيشوف جيمس وهو بيقتل البنت، وجيمس مش بيهمه وبيطلب من تيدي يتحرك بالعربيه ولا كأن اي حاجه حصلت. ووقت المباراه بين بون وهامر مان بيجي، وبنشوف هامر مان وهو قاعد مع تيدي في العربيه وبياخد كميه منشطات مهوله قبل مباراته مع بون. وبين بيروح يقول لجيمس ان بون هيكسب المباراه في اسرع وقت، وبيقدم بعدها اللاعبين للجمهور. وهامر مان وبون بيستعدوا عشان المباراه هتبدا. هامر مان بيبدا يوجه ضربات لبون، بس بون كان سريع وقدر يتفادى كل الضربات. بيبدا يوجه ضربات متنوعه لهامر مان واللي بيكون مش قادر يتفادى اي ضربه من بون، وبعدها بون بيطيره وبيضربه الضربه القاضيه برجله وبيفوز بالمباراه. فبين بيروح ياخد فلوس الرهان من جيمس واللي بيبقى متضايق جدا، وبيطلب من بون انه يحضر معاه العشاء علشان يحتفلوا بفوزه. وبعدها بون وبين بيروحوا لبيت جيمس. بون هناك بيقابل انجلا وبيبص لانجلا نفس البصه اللي بصها لها قبل كده، وجيمس بيلاحظ الموضوع وبيطلب من بون انه يروح معاه المكتب، وبيقول لبون انه بيحب كل انواع الرياضه وبيوري له سيف الساموراي بتاعه، لكن بون بيقول له انه ما بيعرفش يبارز بالسيف. فجيمس بيحكي له عن فرانكلين وبيقول له انه تاجر سلاح كبير جدا، وان فرانكلين بيدير لعبه قتال دوليه بملايين الدولارات، وعنده مصارع اسمه برايس، والمصارع ده ما اتهزمش ابدا في اي مباراه لعبها. جيمس بيقول لبون انه عايز يرتب له مباراه مع برايس، والمباراه دي هتكلفه 5 مليون دولار، وبيقول لبون ان هو لو كسب المباراه دي هيكون معاه فلوس كتير جدا ومش هيحتاج يلعب ماتشات تاني. فبون بيقول له انه هيفكر في كلامه، وجيمس بيلاحظ ان بون عينيه لسه على انجلا واللي بتكون بتدور على المخدرات بتاعتها. فجيمس بيطلب من انجلا انها تقنع بون انه يلعب المباراه دي، فبتروح تقنع بون يلعب المباراه وبتمسك مسدس وبتهدد بون انه لو قرب لها هتقتله. هنا بون بيحكي لها انه عارفها اساسا وعارف انها كانت متجوزه لان جوزها هيبقى صاحبه داني اللي شفناه في اول الفيلم. بون بيقول لانجلا ان داني هو اللي وصاه عليها هي وابنها لما كان معاها في السجن قبل ما يتقتل، وبيقول لها برضه انه عارف ان جيمس هو اللي كان السبب في ان داني يدخل السجن، وانه عارف ان جيمس عمل كده عشان ياخدها من داني، وبعدها اجر عصابه في السجن عشان يقتلوه. بون بيلوم انجلا على اللي وصلت له وانها دلوقتي بقت مدمنه، بس انجلا بتقول له ان جيمس هو اللي اجبرها انها تفضل معاه بعد ما سجن جوزها وخطف ابنها قدامها، لكن بون بيقول لها انه عارف مكان ابنها وانه هياخدها معاه، وبيخرجوا الاتنين وبيمثلوا ان هم قضوا وقت لطيف مع بعض. وبون بيطلب من جيمس انه ياخد انجلا تعيش فتره معاه، وجيمس بيوافق علشان يكسب بون لصالحه ويلعب المباراه ضد برايس. بون بياخد انجلا المصحة عشان تتعالج من الادمان قبل ما ياخدها عشان تشوف ابنها، وبعدها جيمس بيروح يقابل فرانكلين في قصره وبيبقى مجهز معاه 5 مليون دولار وبيدي الفلوس لفرانكلين علشان يوافق على المباراة بين برايس وبون. فرانكلين بيرفض في البداية وكلامه بيبقى عنصري جدا مع جيمس، لكن في النهاية بيوافق وبيقول له ان المباراة هتبقى بعد 3 ايام. نرجع لبون واللي بيتفاجئ بوجود الشرطة اللي لقت روبرتو مقتول. تمارا بتبقى منهارة بسبب موت روبرتو، وبون بيعرف ان رجالة جيمس هم اللي قتلوا روبرتو لان جيمس عارف ان روبرتو هو الوحيد
الوحيد اللي شافه وهو بيدوس البنت بالعربيه، وجيمس كان خايف لروبرتو يبلغ عنه الشرطه فبيقتله. بون حاول يواسي تمارا، بس فجاه جيمس دخل عليهم الاوضه وبيقول له انه مستغرب جدا انه ساب انجلا اللي كان هيموت عشانها علشان يبقى مع تمارا. جيمس بيعرف بون انه رتب له مباراه مع برايس، بس الصدمه ان بون بيقول له انه قرر انه مش هيلعب المباراه دي بعد ما فكر في الموضوع. فجيمس بيتعصب جدا وبيقول له انه دفع 5 مليون دولار وراهن على المباراه دي، وكان لسه هيطلع السيف بتاعه لكن بون منعه وضربه. فجيمس بيخرج بسرعه وبيجيب تمارا وبيحط مسدس على راسها، وبيقول لبون انه لو ما وافقش على لعب المباراه دي هيموت تمارا وهيموت كل الاطفال اللي في البيت، وبيسيبهم بعدها وبيمشي. وبون بيطلب من تمارا انها تاخد الاطفال لمكان تاني مؤقتا، وتمارا كانت مضطره تسمع كلامه وبتقول له انا همشي دلوقتي بس لما ارجع البيت يا ريت ما الاقيكش موجود. وجيمس بيطلب من تيدي انه يخلص على بون وتمارا وكل الموجودين في الفندق. وبنشوف هامر مان وهو رايح لبن وبيضربه وبيسأله عن مكان بون لأنه مش موجود في الفندق، بس فجأة بون بيظهر وبيقتل هامر مان، وبعدها بيخلص على باقي رجالة جيمس الموجودين. جيمس بيعرف مكان المصحة اللي أنجلا بتتعالج فيها لأن بنته كانت بتتعالج في نفس المصحة وبتشوف أنجلا هناك. فجيمس بيطلب من تيدي انه يروح للمصحة ويقتل أنجلا، لكن تيدي ورجالته أول ما بيوصلوا لأوضة أنجلا بيلاقوا بين نايم مكانها في السرير وبيرفع عليهم المسدسات، وبون بيظهر من وراهم وبيهجم عليهم. بين بيقدر يخلص على تيدي بالمسدس، ولما جيمس بيتصل على تيدي عشان يشوف خلص على أنجلا ولا لأ، بون بيرد عليه وبيعرفه انه قتل كل رجالته وان الدور جاي عليه. جيمس بيبعت لبون مكان المباراة على التليفون، وبعدها بيتصل على فرانكلين وبيأكد عليه ان المباراة لازم تتلعب النهارده. جيمس بيروح لقصر فرانكلين، وبعدها بون بيوصل للقصر وبيقابل واحد من الحرس وبياخدوا المكان جيمس وفرانكلين. وبنشوف جيمس وفرانكلين قاعدين مع رجال اعمال مهمين واللي بيبقوا جايين عشان يتفرجوا على مباراة بون وبرايس. وجيمس بينبه بون انه لو رفض يلعب المباراة هيقتله هو وتمارا واولادها. فبون بيقول له انه هينتقم منه ويقتله عشان قتل صاحبه داني في السجن. فجيمس بيعرف ان بون كان عايز يوصل لأنجلا مرات داني علشان يحميها مش عشان عينه عليها. وكمان جيمس بيعترف ان هو اللي لفق التهمه لداني وحبسه عشان يعرف يوصل لمراته أنجلا. بون كان بيصور وبيسجل كل الكلام اللي جيمس اعترف بيه وبعته لبن عشان يبلغ الشرطه. وفي الوقت ده برايس مقاتل فرانكلين بيوصل للقصر اخيرا وبيهدد بون وبيقول له انه هيخلص عليه. فبون بيقرر ان هو يلعب المباراه لان برايس كان بيستهين بيه، والمباراه بتبدا. وبون بيلاحظ مهارات برايس العاليه، بس بون ما فرقش معاه وبيدي لبرايس كام ضربه وبيوقعه، بس بون بيفاجئ الكل وبيستسلم. وبنعرف انه عمل كده عشان يخسر جيمس فلوس الرهان. فجيمس بيتعصب جدا وبيخرج السيف وبيحاول يقتل بون، لكن بون بيتفادى كل ضرباته. وفرانكلين بيأمر رجالته يدوا بون سيف، وجيمس بيكتشف ان بون محترف في القتال بالسيف مش زي ما قال له انه ملوش في السيوف. بون بيقطع دراع جيمس وبيهرب بسرعه قبل ما الشرطه توصل وتقبض على جيمس. وانجلا بتكون كملت علاجها وبتروح للفندق عند تمارا لان جيرالد اللي تمارا كانت بتربيه هو نفسه ابنها. واخيرا انجلا بتقابل ابنها، وتمارا بتعرف ان بون كان جاي الفندق بتاعها بالذات عشان يحمي جيرالد ويرجعه لمامته. وفي النهايه تمارا بتطلب من بون يعيش معاهم لكنه بيرفض وبيقول لها ان مهمته خلصت خلاص. وبون بيسيب لهم فلوس وبيمشي وبيودع بين بول، وبنعرف ان بون مش هيرجع لقتال الشوارع تاني. وفي الاخر بنشوف جيمس وهو في السجن وبتضرب من باقي المساجين. ودي تبقى نهايه فيلمنا. ويا ريت الفيلم لو عجبكم لايك كومنت شير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.